جبورای گشتی لگوری پیمانه گود 29 چلای دا ناوره هیزن سوریه دموکراتیک و حکومت آوکویز سوریه دا هاتیه امضا کرن دوی انتگراسیون بهاتا کرن و اراده حریمی یا گل حریم بهاتا ناس کرن و تعیین کرن ریوبری سازی جناو خلق حریم بخابن لسر وی بنگه پارزگر حسکه و هجماره که ریوبری اندن د ناو خلق پارزگه دا هاتنه تعیین کرن لیبل اف پیوجو لحریم کوبانی نهاتا جیبجی کرن کو ریوبری سازی حریمی جدروایی درباتین تعیین کرن حتی نها ریوبریک جبو حریم و ریوبری نافچه سر نوچهلبی بیکو وان بریارن بخلق کوبانی را نقاش بکن هاتنه تعیین کرن اف گاوین کو جالی ریوبری پارزگه حلب با هاتنه آویتن نل گوری ناواروکا پیمان ناواروکا پیمان 29 چلای نه و ریوبری پارزگه پابندی شرطن پیمان انتگراسیونه کوج عالی حکومت و گهیز آل شامه بهیزن سوریا دموکراتیک را هاتیه چه کرن نینه اف کریارن کوج عالی ریوبری پارزگه هوا هاتنه آویتن بیکانین انتگراسیون آستنگ دکن پشتی کو ریوبری پارزگه حلبه ریوبر جبو سازی نافچه چلبی تعیین کرن خلق کوبانی و نافچه چلبی لنافچه کومبون دا کو حلوستا خال سروان گاوان دیار بکن لهزن اولکاری هندرین و هزن لشکری ینگریدای حکومت آدمکی با آوای کی توندی دستوردان کرن و نه هشتن کو خلق داخلانی خابده ایریش خلقی کرن و حولدان کوهنه کا جوان بگرن ام وکی ریوبری و گل کوبانی بانک ریاران شرمزار دکن و بانک لحکومت و گهیز دکن کو پابندی شرطن پیمان 29 چلای ببه و پیوجوی انتگراسیون لگوری و بجیه بینن ام تکز دکن کو ام جبلی وید تشتکیدن قبول نکنه ریوبری خاصری دموکراتیک آکوبانی ددی نیسان 2026 بيان إلى رأي العام بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في سوريا في 29 من كانون الثاني كان يجب أن يتم دمج المؤسسات في المنطقة والاعتراف بالإرادة المحلية لشعب المنطقة وتعيين إدارة المؤسسات من أبناء المنطقة أنفسهم. على هذا الأساس تم تعيين محافظ حسكة وعدد من الإداريين الآخرين من أبناء المحافظة، لكن هذه العملية لم يتم تطبيقها في منطقة كوباني، حيث يتم تعيين إداريين للمؤسسات المحلية من الخارج. فحتى الآن تم تعيين مدير للمنطقة والإداريين للمؤسسات في ناحية السرين والشلبية دون أن يتم مناقشة هذه القرارات مع الأهالي في كوباني. إن هذه الخطوات والإجراءات التي تقوم بها إدارة محافظة حلب لا تتطابق مع فحوى بنود اتفاق 29 من كانون الثاني، ولا تلتزم إدارة المحافظة ببنود الاتفاق الدمج الذي أبرمته حكومة الانتقالية في دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية. وهذه الإجراءات التي تقوم بها تعرقل سير التطبيق لاتفاق الدمج. وبعد قيام إدارة محافظة حلب بالتعيين إداريين للمؤسسات في ناحية شلبية، تجمع الأهالي كوباني وناحية شلبية لإصدار بيان في الناحية ليعبروا عن موقفهم من هذه الخطوات، لكن قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية تدخلوا بشكل عنيف ومنعوا الأهالي من إصدار البيان واعتدوا بالضرب على الأهالي وقاموا بمحاولة الاحتجاز البعض منهم. نحن كإدارة والشعب كوباني ندين ونستنكر هذه التصرفات وندعو الحكومة الانتقالية للالتزام ببنود اتفاق 29 من كانون الثاني وتطبيق عملية دمج وفقا لها، ونؤكد أننا لن نقبل بأي شيء آخر خارج هذا. إدارة ذاتية ديمقراطية في كوباني 2 نيسان 2026.